لو بتقرأ هذه الآية وما أكل السبع، هذا خطأ. لابد أن تسمع هذا الفيديو بعناية. أكثر من 20 كلمة يخطئ كثير من الناس في قراءتها لأنهم لا ينتبهون لحركة الضمة أثناء القراءة. وقبل أن نبدأ فهذه التنبيهات لمن يقرأ برواية حفص عن عاصم، اللي هي الرواية الأكثر انتشارا وشيوعا في العالم الإسلامي. نبدأ بأكثر كلمة يخطئ فيها الناس: وما أكل السبع. السبع، انظر الباء مضمومة، لا تقل السبع، السبع. ثاني أكثر كلمة يخطئ فيها الناس: كفوا، ولم يكن له كفوا أحد، الفاء مضمومة، كفوا. ومثلها وقريب منها هزوا، قالوا أتتخذنا هزوا، الزاي مضمومة، هزوا. ومع كل هذه المقادير: الثلث، الربع، السدس، الثمن. سورة الأنفال: فأن لله خمسه، لا تقل خمسه، خمسه. فلا تقل السدس أو الثمن، السدس، الثمن. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ظفر، الفاء مضمومة، لا تقل ظفر، ظفر. ومثلها: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، شغل، الغين مضمومة، لا تقل شغل، شغل. سورة الكهف: أو أمضي حقبا، القاف مضمومة، لا تقل حقبا، حقوبا. ومثلها في الزخرف: لبيوتهم سقفا، سقوفا، القاف مضمومة، لا تقل سقفا، لبيوتهم سقفا. أكلها دائم، أكلها. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، لا تقل في الأكل. ذواتي أكل خمط، أكل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لا تقل الحجرات، الحجرات، الجيم مضمومة. يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لا تقل الجمعة، الجمعة، الميم مضمومة، الجمعة. هذه أكثر الكلمات التي وقفت عليها يخطئ فيها كثير من الناس. اكتبوا لنا في التعليقات أي الكلمات كنتم تخطئون في قراءتها، ولو هناك كلمات أخرى لم نذكرها في هذا المقطع اكتبوها لنا في التعليقات حتى ننبه الناس عليها. لا تنسونا من صالح الدعاء، وجزاكم الله خيرا.